لو في يوم لقيت ان الدنيا خلاص مقفلة معاك من كل حاجة، هي خلاص قفلت ضبة ومفتاح، حياتك بايظة، علاقاتك بايظة، علاقتك مع اقرب الناس ليك بايظة، خلاص انت الدنيا معاك مقفلة لدرجة ان انت ما بقتش لاقي اي مبرر لوجودك، وبتبدأ تسأل نفسك انا ايه فايدتي في الحياة؟ خلاص الدنيا بايظة. اول ما تبدأ تسأل نفسك السؤال ده، لازم تسأل نفسك سؤال بسيط جدا معاه، وهو هل ربنا سبحانه وتعالى بحكمته وبقدرته وبكل صفاته العظيمة، هل ربنا سبحانه وتعالى بيخلق او بيعمل اي حاجة في الكون عبثا؟ اكيد انا وانت متفقين ان لا. لو انا وانت متفقين ان هو لا، طب يعني اديني سبب واحد او مبرر واحد ان ربنا سايبك لسه عايش لحد دلوقتي. ليه ربنا سايبك لسه بتتنفس لحد دلوقتي؟ لو انت عيشتك دلوقتي او ان انت وجودك في الحياة دلوقتي او وجودك في العالم ملوش اي حكمة، اكيد ربنا مش سايبك بتتنفس وعايش لحد دلوقتي عبثا. اكيد ربنا ما قررش ان انت تتولد اصلا، وان والدتك ووالدك يتقابلوا وانت تتولد وتكون موجود في العالم ده او في الدنيا دي عبثا. انت بتحقق حاجة ربنا سبحانه وتعالى هو أحكم وأعلم بيها، أنت ممكن ما تكونش عارفها، بس أنت عشان بتضيق نظرتك جدا بتشوف الحياة من حتة قد كده، مع أنك لو لفيت وشك ممكن تشوف الحياة بمنظور أوسع بكتير وليه معنى أكتر، وبيدي معنى لحياتك وبيدي فاليو لحياتك، بس أنت اللي مصر ويعني ومقرر أنت تشوف الحياة من الحتة اللي قد كده. لازم تتعلم انك تتأمل في وجودك. انا ليه ربنا حاططني هنا؟ ليه ربنا يعني كتب لي ان انا اكون موجود في الشغلانة دي؟ ليه انا موجود وسط الناس دول؟ ليه انا موجود وسط المجتمع والعالم ده؟ اكيد ده والله العظيم ليه حكمة، والله العظيم ليه حكمة. لو ملوش حكمة ربنا مش هيحطك وسطهم. انت لو وجودك ملهوش حكمة، انت ربنا مش هيخلقك، مش هيكون لك وجود. لازم تسأل نفسك كل شوية انا ايه السبب في وجودي؟ ايه الهدف الاسمى بتاعي في الحياة؟ احنا ليها رزق وبنسعى وعايزين فلوس وعاوزين كل حاجة، بس في هدف اسمى من الفلوس وهدف اسمى من حاجات كتير، وهو ان احنا نفضل نتأمل ونعرف ايه السبب من وجودنا. السبب موجود، بس احنا اللي فيه غشاوة على عينينا محتاجين ان احنا ندور كويس، محتاجين ان احنا نبص، لان ربنا سبحانه وتعالى طالما يعني بيديك كل يوم جديد ان انت تعيشه وان انت تتنفس وما قبضش روحك، اليوم ده وجودك فيه ليه حكمة. انا كل يوم بسأل نفسي انا ليه ربنا مديني الشهرة دي، او ربنا ليه مديني الحتة بتاعت ان انا اتعرفت وان انا بعمل فيديوز والناس بتشوفها؟ هل الفكرة بس هي مجرد لايكات وفيوز وفلوس، ولا الفكرة في هدف اسمى تاني؟ هدف الاسمى ان انا ممكن اكون مثلا وجودي ده ليه تأثير على بني ادمين معينين. فلازم تسأل نفسك وتعرف انت ايه الحكمة من وجودك.